السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد على القناة ولعبة جديدة اخيرا. هي لعبة هوريزون زيرو داون زي ما احنا شايفين. اللعبة يا جدعان هي ستوري مود. اللعبة جميلة جدا وممتعة جدا. لعبتها من فترة بس ما كملتهاش كالعادة. كل الالعاب اللي انا لعبتها من فترة بس ما رضيتش ان انا اكملها، عشان لما ببدأ انزل عنها على اليوتيوب تكون اول مرة ان انا اشاركها معاكم وكده. فبس كده يا جدعان، ده كده كان كل حاجة. فاتمنى تقولوا لي رأيكم في الجو كده حواليا. اتوقع ده كده جو جيمنج الى حد ما فيهوش لنجواشة كتير، يعني هو يا دوبك انا بس اللي باين وشوية نور ازرق بس في الخلفية اللي ورايا. وبس كده يا جدعان، فمش هطول عليكم كتير في المقدمة واسيبكم على الفيديو ومشاهدة ممتعة. اوكي، ادي بداية ايلوي. القصة. هو على ايلوي. فكرة عدى جزء كبير اول ما البنت دي كانت لسه مولودة. في جزء كبير عدى منها. انت بس ممكن تلاقي شوية في الجرافيك كده حاجات بايظة زي الحاجات دي، بس مش بتبقى مطولة، مش دايما، قليل جدا لو لقيتوا الحاجات دي تحسوها ان هي مكعبات. دي عيب في اللعبة، مشكلة في اللعبة. بصوا الجمال. أوه، استغفر الله أنت العظيم، سيد اعوذ بالله يا رب. المحبات. اعوذ بالله. ادي لك اخرة العاب مجانا للغاص الفري. الصغير. والآن اذهب وابحث عن المزيد. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. أحسنت، فتى طيب. هما ما اهتموش بالشخصيات اللي هي يا أولاد، الكومبارسات اهي تعالوا شكلها معي. اتعدل. إنها منبوذة، يجب تجنبها. اعوذ بالله. هاك. اللعبة يا جدعان انا صورت عنها فيديو من فترة، من حوالي 4 ايام يوم أوه، الجمعة. اكتشفت هيا. في الاخر ان انا ما كنتش بصور بعد ما قفلت الفيديو وخلصت. دلوقتي ما كنتش بصور للاسف يعني. اتعصبت. ايلوي دي اسمها ايلوي. اسم جميل والله ايلوي. الصوت بصراحة الصوت طفل عنها قوي. الصوت يعني تحسه اصغر منها. وقعت في كهف ايه كده. روست بالأسفل. الروس ده الشخص اللي هو متبنيها او اللي هو اللي بيرعاها، او معرفش هل هو ابوها، بس ما اظنش ان هو ابوها. لن يصنعني. لسه في الاول، انا برضه ما اتعمقتش نوع من الكهف. دلوقتي انا اللي هبدأ العب بسم الله. هدية من الماضي. يبدو ضيقا. اللعبة يا لا جدعان أستطيع العبور. الإفكتات فيها حلوة جدا والقصات فيها حلوة، وهي كلعبة هذه شكلها أنقاض حلو. عصر الحديد. أحد الأماكن القديمة. أمرني روست أن أدخل أماكن هذه. الدخول إلى الكهف. أمراني الرز. أعثر على مخرج. أيوه. هي عشان وقعت بالغلط، طب هنعمل إيه؟ مفيش حاجة بإيدي، بالغلط يا حبيبتي، كلنا بنغلط. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، إيه الصوت والله الصوت هيطرشنا. في الأمان. ما هذا؟ أتمنى التصوير ما يكونش بيقطع. يوجد شيء لامع هناك. موميا. قطع الجبنة نستو. الديزاين يا جدعان جامد جدا. انا اللعبة عاملها للاسف على اقل اعدادات عشان التصوير وكده. ممكن مثلا لو فكرنا نعلي الاعدادات شوية، هل الكارت هيفرقع او حاجة؟ ماشي. اتمنى ما تأثرش. يا سلام، يا لهوي يا جدعان على الحلاوة. مش عارف انت هتلاحظوا فرق ولا لا، بس في فرق جامد. أضواء في كل مكان. كيف يفعل هذا؟ هدوس في.
هنا بقى هيقول لي، عارفين طبعا الالعاب زي اساسن كريد والالعاب دي باب كلها، معدني مغلق. هنا لما بقى بعمل، تلك الأداة أن تساعد. ممكن بس حضرتك تسكتي اتكلم شويه. هنا لما بعمل مثلا الشارة هنا عند الباب، فبيقول لي الباب ده ماله، حالة الباب معطل، باب محصن محمي بشكل مش عارف ايه هائل، ما زال القفل سليم. فانا هدور على اي طريقة افتح بيها الباب. فبص هو في حاجات هناك، فاحنا هنمشي على الطريق بحيث ان هو ايه، نروح نفتح الباب. حتى هو بصوا جايب لي قدامي الطريق اللي انا امشي فيه. ممكن ما اطولش في الفيديو ده على فكرة، عشان اشوف هل اللعبة هتعجبكم في الاول ولا لا. ممكن يبقى نص ساعة مثلا. طيب بيقول لك هنا عكس، تقريبا عكس عقارب الساعة، اعملها عكس عقارب الساعة. تمام. تغير لونه. والباب اتفتح. بص لو عملنا من هنا، هو الباب شغال دلوقتي. اللعبة يا جدعان ممتعة جدا. فين الباب؟ طريق الباب منين بس لو سمحت؟ اوكي. تغير لون الباب. نجح الأمر. احلى حاجة ان هو بيقول لي اروح فين، مش بيسيبك تايه في اللعبة زي باقي الالعاب. دلوقتي بدور على مكان اخرج منه. ما هذا؟ في جهاز. أريد هكذا؟ هذا أفضل ما يمكنني فعله. إنه خلفك مباشرة. مرحبا. ميلاد سعيد يا آيزاك. والدك بالتأكيد يحب بنيه الكبير. اسمع، لن أكون معك أنت وماما، لكن ما زلنا سنحتفل صحيح؟ بالطبع سنفعل. أريني. راجل تافه. أريني ثانية. إنه خلفك مباشرة. مرحبا. ميلاد سعيد يا آيزاك. والدك بالتأكيد يحب بنيه الكبير. اسمع، لن أكون معك هي عايزة أنت تدفع عليه وماما، ولا ايه؟ لكن ما زلنا سنحتفل صحيح؟ كان عندي تفاصيل جامدة، جودة متوسطة. عيد ميلاد سعيد يا آيزاك. والدك يحبك جدا بالتأكيد. في مخرج فوق اتوقع. بص اول ما اطلع نلاقي عمو روس. إيلوي روس. لماذا ماتوا هنا؟ ماذا حدث له؟ ما علينا، ملناش دعوة، عايزين نخرج وخلاص. اهو راس. عثر علي. وجدني راس. قلب الاب بقى. هون. المجد. مسخرة. بص هنا حتى روس شكله عامل ازاي، هيتعدل دلوقتي. خذي بيدي. لا تنتمين إلى هناك. تعالي. تعادل اهو. تلك الأماكن محرمة يا إيلوي. لقد سقطت. إنها من عصر الحديد. ما الذي على وجهك؟ لا شيء. أوجدته بالأسفل؟ لا. لا. أعطيني إياه. لا. إيلوي، مثل تلك الأشياء خطرة. مفيش قليل الادب بقى. حسناً، إن كنت ستتسللين من المنزل فعليك تعلم النجاة في البرية. هيا إيلوي، إلى المنزل. بدءاً من الغد ستتعلمين الصيد. ومن هنا بداية اللعبة. اتمنى الفريمات ما تكونش بتسقط في التصوير. تلك الأشكال ما معناها؟
أمسكي قوسك. بو. قوس؟ كفى همسا لتلك اللعبة. سننزل إلى الوادي الآن، اتبعيني. دلوقتي هنتعلم الصيد. ايه اللعبة يا جدعان؟ عموما الصيد فيه عشان ايه اديكم فكرة، هتبقى عبارة عن البرية خطيرة يا البرية عندهم يجب أن تبقي ديناصورات قريبة وتنفذي ما وحاجات حديثة يعني. أعرف. والآن ما زلت مجروحة بسبب سقوطك أمس. نبدأ من هنا. خذي حقيبة الإسعاف وسأريك كيف تملئينها. ادي اداني الشنطة اللي انا هحط فيها الهيل بتاعي. اسمه سالم باشا. اجمعي حباته في حقيبتك. هنجمع شوية نباتات. جيد. والآن كلي الحبات. اكل الحبات. قد يكون مذاقها مليئا، ولكنها بالعكس. قد تنقذ حياتك. دي حلوة يا املئي راس. حقيبتك دائما بالحبات الطبية والزهور طب والنبات. دي تعليمات. اوده. أين نحن؟ شوف هذا جسمه. الوادي جزء من منطقة بوتقة. شوف جسمه بالنسبة اللي هو لابسه. الريحة ماشي ازاي، مش لايقة اوي قبيلة عليه. نورا ترعى هذه الأرض وتبعد أخطر الروبوتات. قبيلة عدد. نورا. اللي يشوفك هسه يقول عليك ما شاء الله ما بتفارقش الجيم يابا. بس جامد، بس انا عمال العب بشكله. والله شكله على امتداد النهر عارف سنجد انت؟ قطيعا من الروبوتات، وسأعلمك طريقة الصيد. هل هي خطرة؟ كل الروبوتات خطرة يا إلوي، يجب احترام قوتها. سأكون إلى جهدك. اللي هو ايه، مش عارف اللي هو هنا كان مليان وعمل دايت. إلوي، انت مش متعود على شكله وعامل دايت. انبطحي واتبعيني إلى العشب الطويل. الواجب الطويل هروح انا اقابلك. الواجب الطويل هناك. ابقي منبطحة. صغار. كلا يا إلوي، هذه الروبوتات تسمى المراقبون. تعلمي أن تتجنبي مجالها إن كنت تريدين النجاة في البرية. سأريك. أنصتي وافعلي كما أفعل. لا تتحركي، انتظري حتى يمر. ابشر. انا وقفت اهو ما عمليش حاجه يا راس. ابقي منبطحة واتبعيني عبر الأثر إلى ذلك العشب الطويل. هو بس كده ما يشوفنيش بقى، حتى لو انا واقف اوبن ما يشوفنيش وانا منبطع. سبحان الله. أوه، واحد آخر، دعيه يمر. في واحد تاني. يا جدعان جرافيكها جامد، يخرب بيت التفاصيل، يخرب بيت تفاصيلها. كلما تحركت ببطء لن لن تصير جبهة، جبهة. والمشي المنحني المنحني اهدأ من العادي. اتبع الرسل لما بعد المراقبين. انتظري. واحد تاني. يلا يا رست. هذا آخر واحد، فلنتحرك. الحمد لله. خلاص هقوم دلوقتي اجري. خد باله؟ في واحد خد باله؟ رست بشري. أبليت حسنا، لم يروك أو يسمعوك. ابقي قريبة، يفترض أن القطيع في الأمام. قطيع الروبوتات. عمرك كده سمعت عن حاجة اسمها قطيع الروبوتات؟ اديك سمعت اهو. من هذا؟ تجاهليه. لما هو هناك؟ لا يبتسم لنا. إنه يبتسم لنا. حافظ ما شاء الله عليا. عد إلى حيث تنتمي. إيب، أين أنت؟ اسمه تيب. تجاهليه. نحن منبوذون وهو من القبيلة. ربما لا يحب القبيلة. إنه أحمق إذن. هيا فلنبحث عن القطيعة، اتبعيني. هيا اريد ان اشج القطيع شج. يلا نجمع اكلها. ده اضلع خشب، ده هتنفعني في ان انا هعمل القوس بتاعي والرمح والحاجات اللي انا هصطاد بيها. فالحاجات اللي انا بجمعها دي موارد. أتريناها؟ تدعى روبوتات سترايدر. سترايدر دي اضعف انواع الروبوتات. مش قال لك هيا يلا انت هو يلا.
قلت لك هلاقي هيا. لماذا أبعدتها؟ لأريك كيف أن بعض الروبوتات تخاف سريعا إن كشفت وجودك وتهرب. أفضل وسيلة للوصول إليها هي التسلل. لا تقلقي، سنلحق بها عندما نتقدم في الوادي، سترين. تعمل جامب عادي، ما اعرفش ان ورانا اللعبه فيها الآن أريد جامب. العثور على بعض الصخور التي تناسب حجم كفي. ابشر. لماذا؟ افعلي ما أقوله يا إيلوي واجمع الصخور. هذا سأريك استخدامها. جيد، هكذا. ابشر. ما لقيتش غير اتنين، في واحده هنا، هي دي صخور. ده زرع. سيكفي هذا، اتبعيني. لا انا عايز تاني. انا اللي اقول يكفي ولا ما يكفيش، انا عايز تاني. استنى يا عم روس. يا نهار ابيض يا جدعان، ده سريع قوي رقم. يا نهار ابيض، غزاله بتجري. استناني يا روس. يا نهار ابيض، اختفى يا جدعان، جري. إيلوي تعالي. في حيوانات هنا كمان في اللعبه، خنزير اهو. طب ليه نصطاد روبوتات؟ ممكن نصطاد خنازير. ها هو القطيع. حسنا، هذا وقت إلقاء الصخور. لا تستطيع الصخور إيذاء الروبوتات. تشتيتها. يمكنها تشتيت انتباهها وسحبها للفخاخ. ذلك المراقب مثلا يجب التعامل معه، وإلا سيحذر القطيع فيهرب قبل وصولنا للمدى المناسب. يحذرهم؟ كيف؟ الروبوتات تتواصل سويا يا إيلوي، إلا لو تم كتمها في البداية. ابقي هنا واحنا هنكتمها في البدايه. عند إشارتي ألقي الصخور واجذبي المراقب ناحيتي. انتظري إشارتي. يلا اهو. هو هينزل واول ما يديني اشاره هروح رمي الصخور حواليه. المسافه اللي جذب المراقب نحو روس، ابقى على المرتفع. ارمي يلا. إيلوي، ألقي صخرة بقربي. امسك. بص بقى هيعمل فيه ايه. يا جامد. الله. اجرب يا عمو. هكذا، هيا أجرب. المكان آمن. احصد الغنائم لأعلمك صنع السهام. هناخد دلوقتي الموارد اللي احنا بتاعت الروبوتات، قصرات معدنية والسلك. جيد. والآن اجمعي أكوام أضلاع الأخشاب من النباتات هناك. هي دي أقوام الأضلاع. جيد. جمعت أكوام أضلاع الأخشاب بالفعل. اجعلي السيقان لقضبان السهام والقطع المعدنية لرؤوسها. خلصانة. طيب هنعمل دلوقتي. جيد. لن تنضب سهامك إن تعلمت صنع ما تحتاجينه. دلوقتي أنا عملت السهم اللي أنا هستخدمه. فلنستخدم هذه السهام. اتبعيني. نروح نصطاد البقر ده. انبطحي في العشب وابقي هادئة. يلا خليني في حاجة. حان الوقت لأول قتل لك يا إيلوي. سترايكر، من الروبوتات الضعيفة. حتى الروبوت الضعيف يمكنه قتل الصيادة إن كانت مقتولة. يجب أن تدرسي فريستك. جلدها سميك، لكن طبعا لديها نقاط ضعف كعينها. أيمكنك تخمين أخرى؟ أقول له نقطة الضعف التانية، عشان أقول له هنا بيقول لي أمسح حرف بيمسح الجو، وأقول له الحاجة اللي على ظهره. العلبة على ظهري. قلت لك نقطة ضعف. تلك نقطة ضعف؟ أجل. كيف عرفت؟ كيف عرفتي؟ الجهاز لقد أظهر لي هذا. تلك اللعبة. كفى كفي عن العمل. كف يعني. والآن أسقطي ذلك الاسترايدر. استهدفي العين أو العلبة على ظهره وإلا استمري في الضرب. يابا نيمي جامد، خلي بالك. استمري في الضرب. أي خدمة. هوي. أنا رميت عليه طوبة، أنا آسف والله. وقود كسرات معدنية وأسلاك. لكن لا يزال أمامك الكثير لتتعلميه. غدا سنتمرن ثانية. يلا بينا. ماذا حدث؟ ذلك الفتى على مسار المحارب. اتبعيني يا إيلوي. هيا. تعرف يعدي. اوعى تقع يا ابني، انت في مالك؟ انا لو وقفت المهم مش المهم مش هتجريني.
جامدة والله الألعاب دي. اتبع روست. سريع روست على كده. هما بيعرفوا منين اذا كان ده منبوذ ولا مش منبوذ؟ تقريبا بيرسموا على عينه. لا يمكنني فعل شيء. مسألة وقت قبل أن تعثر روبوتات على الفتاة وتقتله. انت بتطمنها كده؟ إن سددت سأثير ذعرهم وسيدهسون. أرى الطرق التي سيدفعونها. كفي عن الحكايات. لا أفعل، يمكنني التسلل. لن تفعلي. إيلوي. الراجل يا شايب يا عايب، مش عيب على سنك. هو ده تمامك، ده اكرك. عن دلوقتي ايه ده؟ ان انا دلوقتي عشان الدرس اللي انا اتعلمته انفذ الدرس اللي انا اتعلمته. طول ما المراقبون هنا هفضل في الزرع مش هتحرك. هو مشي، انا هكمل عادي. لن أسمح لهم برؤيتي. هفضل متسلل بين العشب. ممكن نرميله طوبة ورا. يجب أن أكون حذرا. في حد هنا؟ دول برضه ممكن نرمي لهم طوبة هنا. علي رؤية بصورتين. كدت أصل. تمام. يا نهار ابيض بالغلط. ها هو ذا. الحمد لله. أنت. قوم يلا، قوم لي. ماذا؟ كيف؟ ايتها المنبوذة. من ساعة ما وقع وهو فاهم نايم على الأرض وهم ما كانوش لاقوه. تعالى تعالى ورايا. كيف تفعلين هذا؟ أتعرفين كيف تتجنبيها؟ كيف تفعلين هذا؟ في ثانية اثبت يلا. وقف يا. روح على الطوبة يلا. طب اهو. يلا يس يلا يس. يلا يابا. يمكن هذا. بس ده برضه ايه للاحتياط يعني. الحمد لله وصلنا. زي اي اب تاني هوب بيرتشف القلم على وشها. إذن هذه ليست هذه لعبة. ليست لعبة. مهلا.
الأم العظيمة تبارك الفتاة. بوركتما. لقد أنقذتني. لقد أردت فقط. يا فتى! أطبق شفاهك. اطبق شفاهك. إنهما منبوذان، وهي ليس لها أم. تعال لنعد لقلب الأم. ترى الواحد يضحك على اللي هو عمله كان فيه على ولا؟ الفتى أن يكلمنا. هذا ضد القوانين. سنذهب للمنزل. اتبعيني. أعرف الطريق. اعرف الطريق. أغلق فمك يا فتى، أغلق فمك. دروس البرية. أغلق فمك يا فتى، أغلق فمك. ابتعدي عني يا عديمة الأم. هنا بص، دي بقى حركة حلوة في اللعبة. بيقول لي بيديني اختيارات وانا اللي اعملها. تعرض نقاط الوميض لحظات عن الاختيار العاطفي. كيفية تعبير إيلوي عن نفسها هو بيدك. اختر وستواجه إيلوي التحدي على الفور. اختر العقل وتستخدم. استنى لسه مكملش والله. طيب هنا دلوقتي يقول له ايه؟ هل انا لو سددت نحو رأسه دي كده هعلمها يعني تبقى شديدة وكده، ولا اوقع الصخرة دي اللي هي ايه هيبقى قلبها حنين يعني قلبها طيب، حاجة إنسانية كده، ولا اوقع الصخرة من ايده؟ فنقول اوقع الصخرة من ايده كده. هاي يا أولاد، ابتعدوا عن هناك، ارجعوا لقصف الحبات. أنت تنزفين. سألقي نظرة. ها هي. اثبتي. سأخرجها. لماذا؟ لماذا أنا منبوذة؟ إيلوي، الوقت غير مناسب. من كانت أمي؟ إيلوي، أخبرتك قبلا، ليس لنا معرفة هذا. حينما أحضرتك الجدات الحكيمات إلي كنت وليدة. إذن شفتوا؟ الحكيمات يعني هو مربيها. تعرفني، الأمر ليس بسيطا. ولكن هل يعلن؟ إيلوي، نحن منبوذون. كيف أدفعهن إلى إخباري؟ الحكيمات؟ ربما هناك طريقة. إذن أخبرني. ستكون خطيرة. كيف؟ قد تستغرق سنوات من التدريب. لا أهتم. كيف أفعل ذلك؟ أخبرني. الإثبات. طقس المرور السنوي للقبيلة. من يجتازوه يصير محاربين، لكن من يفوز تمن الجدات الحكيمات عليه بعطية. عطية؟ أجل، أيا كان ما يريده الفائز. إذن سأفعلها مهما كلف. سأفوز بالإثبات. فهمت. يجب أن نبدأ إذن. سيكون تدريبك شاقا وسيستغرق سنوات. نبدأ التدريب؟ أجل، سأتبعك. طيب يا جدعان، احنا كده كويس جدا لحد هنا. اللعبة بصراحة جامدة جدا وممتعة، بالذات لما ايلوي كبرت، فأتوقع إن الحاجات الجاية هتبقى جامدة جدا جدا جدا. احنا اتعلمنا شوية مهارات، فإن شاء الله هنبقى نطبقهم في باقي اللعبة. فإن شاء الله الفيديو يكون عجبك، فأتمنى لو عجبك لايك الفيديو واشتراك في القناة، فأتمنى المجهود ده ما يضيعش. وبس كده يا جدعان، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وسلام.